السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ موسم الامتحانات والولاد بدأوا يذاكروا. الله يعينهم ويعيننا. ولازم طبعا من وقت للتاني نديهم قطعة شوكولاتة دارك أو نديهم شوية مكسرات، حاجات كده فيها بوتاسيوم تساعدهم على التركيز وإنهم يفتكروا كل اللي بيذاكروه. بس كل الحاجات دي غالية. تعالى أقولك على البديل والرخيص كمان. مفيش أكتر دلوقتي من الموز في السوق، والحمد لله سعره برضو ماشي حاله. تعالي هنعمل موز بلبن زي بتاع الكافيه بالظبط، بإضافة معلقة واحدة بس من عندك من التلاجة، هيطلع أحلى من بتاع الكافيهات كمان. هنجيب الموز المستوي اللي الولاد مش راضيين ياكلوه، ويبقى مستوي ليه؟ عشان ده بيبقى فيه مضادات أكسدة ويعزز المناعة عندهم ويمدهم بفيتامين سي كمان. هنقطع لكل كوباية عصير هنحط لها موزة، يعني أنا عاملة دلوقتي 3 موزات يبقى هي 3 كوبايات عصير. هنحط السكر حسب زي ما انتي عاوزة، معلقة 2 تقدري تزودي أو تقللي، مع معلقة كريم شانتيه. أيوة، معلقة كريم شانتيه دي اللي هتدينا الفوم اللي هتخليه زي بتاع الكافيه بالظبط. وطبعا هنحط المي نص مية ونص لبن، لأن الكافيهات بيعملوه كده، لكن لو انتي عايزة تخليه كله لبن زي ما تحبي. هنضربه بقى كويس قوي في الخلاط عشان ال الكريم شانتيه ده يديكي نفس الفوم ونفس البابلز اللي بتبقى على وش الكوباية كده، وبنقول هم حاطين فيه ايه. شايفة الله جميل ازاي؟ وبعد ما نضرب مفيش بالظبط 5 دقايق او 3 دقايق من الضرب بتصبيه بقى بالراحة عشان الفوم ده ما يضيعش من على الكوباية، وبتقدميه لولادك احلى مشروب واحلى كوباية ان شاء الله، اللي هتمد جسمهم بكل الطاقة اللي هم محتاجينها طول اليوم، عشان كمان يفتكروا كل المعلومات اللي ذاكروها وتساعدهم على التركيز وتقلل لهم التوتر. لو عجبك بقى العصير ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.